اشكي لي من حالي واخلي مين يحس بكل اللي بيحصل لي واللي انا حاسه بيه جوايا ومقهوره، ومحدش حاسس بيا غير ربنا. كل الحكايه وما فيها. ومعلش لو هطول عليكم النهارده لان دي قصه حقيقيه من واقع الحياه. بنت بتحكي وبتقول انا متجوزه وانا عندي 16 سنه. بنت زي اي بنت كنت بحب شاب في فتره المراهقه وفضلت معاه لحد ما كان بقى عندي 16 سنه. وقلت لأهلي، مع ان اهلي عيلة متعصبة جدا جدا وشديدة جدا جدا وليا اب الله يسامحه، واخوات الصبيان نفس الطريقة، مع اني انا بنت وحيدة. المهم حبيته وقلت لهم هو ده اللي انا هتجوزه. يا بنتي امه واخواته صعبين بلاش منه. قلت لهم هو ده، يعني هو ده وغيره مش هاخد. قالوا لي انت حرة وبراحتك، وفعلا اتجوزت وانا 16 سنة. وافقت عليه بكل ظروفه بكل حاجة، مع انه كان هيعيش بس في اوضة واحدة في بيت العيلة، لان امه ما عندهاش مقدرة ان هي تبني له فوق او تعمل له شقة، ووالده كان متوفي من زمان وله 3 اخوات بنات. المهم قبلت وقلت كفاية ان هو بيحبني وشاريني وانا كمان بحبه وشارياه، مش عايزة اي حاجة من الدنيا، زي اي بنت طايشة وبتحب الموضوع وحبت خطيبها ده وخلاص واتجوزته. اتجوزت يا حبيبة قلبي انت وهي، ومن اول تالت يوم انا شفت اللي محدش بقى بيشوفه. والدته ست شديدة جدا 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 وصعبة جدا، واخواته بيغيروا عليه مني لدرجة محدش متصورها. تتخيلوا من تالت يوم الصبح لقيت انا كنت بطلع بروح الحمام وكده وبغير عادي مش اي حاجة، وكنت بروح على اوضتي كأي عروسة جديدة. بقوا يجوا يتصنتوا على الباب، اسمع اخته واشوفها بعينيا وهي عماله بتبص من خرم الباب عليا انا وجوزي. وامه نفس الطريقه، كل شويه تيجي تتصنت على الباب وتسمعني وانا بتكلم وانا بضحك. ويبقى يوم مش معدي لو سمعتني انا وجوزي وانا بنضحك او بنعمل حاجه كده ولا كده، وطبعا الكل فهمني. لدرجه ان في يوم بالليل حوالي الساعه 2 بالليل زي اي عريس وعروسه كان بيحصل ما بيننا علاقه، فكنت بتوجع بالراحه جدا وبقول لقيت الباب بيرزع بطريقه صعبه وافتحي الباب. ايه القرف اللي انت بتعملي ده؟ بلا قله ادب، بلا قله حياه، بلا قله كذا وكذا، وبهدلتني وشتمتني وخلت يومي ما عداش. استنى ان جوزي يتكلم او يدافع او يقول ده مراتي وحلالي وطبيعي ان احنا نحصل ما بيننا كده. ما نطقش بكلمه، هو يدوب حط وشه في الارض وهو واقف وما اتكلمش. انا ما اكدبش عليكم ان جوزي طيب وحنين وكويس معايا بكل الطرق، لكن فضل معايا على الحال ده قدام امه واخواته، ما يقدرش يتكلم ويقول انا ماليش غيرهم، انا ما اعرفش يعني ازعلهم او اجرحهم او اهينهم او الكلام ده كله. طب هات لي حقي طيب، طب اتكلم. لا، انت ردي بادب وباحترام وخدي حقك منهم وخلاص. فضلت على الحال ده 10 سنين. 10 سنين وانا مذلولة، 10 سنين وانا مقهورة، لدرجة ان حماتي بقت تمنع بينا العلاقة نهائي. بتخاف حتى ان انا اجي جنب جوزي اللي هي تسمعني. كل يوم الشوية اللي هو بيجيهم بالليل من شغله زي اي راجل بيطلع من الصبح، بيجي اخر اليوم تعبان ومهدود حيله ومحتاج مثلا ان هو يريح مع مراته. الشوية اللي هو بيجيهم الاقي العينين بتبص عليا من خرم الباب، لدرجة ان انا بقيت اجيب منديل او حته قماشه صغيره وعلقها على الاكره، يا اما كنت احط منديل في خرم الباب. كنت الاقي كل شويه في حاجه بتتمد من خرم الباب ويوقعوا المنديل اللي انا حطاه. جبت قماشه وحطيتها على الاكره زي ما انا بقول لكم، وبرضه مفيش طريقه. لو اتكلمت، لو نبشت، لو جيت استحمى الصبح، يبقى يوم ما طلعلوش الشمس. لو عملت علاقه انا وجوزي وجيت عشان استحمى الصبح مثلا علشان ان انا اصلي، طيب جربت ان انا استحمى في يوم بالليل، لقيتها طالعالي بتقولي انت بتستحملي دلوقتي، يبقى انت هدتيه، يبقى انت تعبتيه، يبقى انت. قلت لها في يوم، قلت لها ليه انت جوزتيه لما انت ما انتش عارفه انه هيحصل ما بينه وبين مراته الطريقه دي؟ قالت لي لا، انا مجوزاك يا حبيبتي عشان تخدميه، عشان كان طير لي بيك السما، عشان كان عايزك تبقى معايا وبس. هو انا عملت له اللي هو عايزه، لكن ما تقعديش تهدي ابني، كفايه عليك يا حبيبه قلبي مره كل شهر او 2 علشان بس تبقى تخلفه. تتخيلوا انا فضلت انا وابنها على الموضوع ده 11 سنه. 11 سنة، كل شهر ولا 2 ولا 3 لما كان بيحصل ما بيننا مرة واحدة علاقة، خوفا منه. طب يا ابني تعالى نطلع برا وناخد شقة بالإيجار، مستحيل، وده من رابع المستحيلات. جيت في يوم أشتكي لأخويا من أخوات الصبيان، قال لي ده اختيارك وتتحمليه، وما عندناش بنات تتطلق، وما عندناش بنات
تبعد عن جوزها وتسيب بيتها. بالفعل فضلت على السواد والذل والمهانة دي، لدرجة انتوا عارفين ايه؟ حماتي بقت تيجي تعمل حمام تقيل اعزكم الله، وبقت تدهن لي بيها على باب الاوضه ومن جوه، باب الاوضه من جوه ومن بره، وتقول لي عشان كل ما تبصي على الباب وتشوفيني ببص عليك يا بت بالليل تفتكري تبصي على الباب كده وتفتكريني، فما تعمليش حاجه مع ابني. والله اقسم لكم بالله انا فضلت في الذل والهوان ده 11 سنه، لما فاض بيا، لما خلاص طول اليوم شغاله خدامه لاخواته البنات، ما فيش غير واحدة اللي اتجوزت، وعندي 2 تقريبا عوانس يعني كبار في السن فوق ال30 سنة. انا شفت السواد اللي في الدنيا كله، طول اليوم شغالة خدامة ليهم، والبنت المتجوزة دي ومخلفة شغالة ليها ولولادها طول اليوم تقريبا عندنا، والشوية اللي جوزي بيجيهم بالليل كمان مش عارفة اخد راحتي ومش عارفة البس قميص نوم، وكل شوية ترزع على الباب وتخبط وتشوفني لابسة ايه، نامي بهدومك، نامي مش عارف ايه، انت سايبة شعرك ليه كده، انت حاطة على وشك ايه. لما جابت لي عقدة من نفسي وجابت لي اكتئاب من الدنيا انا شفت القهر بعينيا، بقول لكم لدرجه ان هي بقت تعمل حمام تقيل وتحطهولي على الباب. ازاي؟ انا ما بعرفش. انا في اليوم ده فضلت ارجع لحد ما حسيت ان بطني خلاص وقعت على الارض على الارض من شده الترجيع. ومع ذلك جيت اقول لابنها انت عارف اللي على الباب ده ايه؟ ده مامتك عملت حمام تقيل ودهنت به الباب. يقول لي ما اقدرش ان انا اتكلم، ما كنتش اعرف ان هو سلبي جدا جدا بالطريقه دي. انا طفح مني الكيل. كنت شويه لما بفضى فيهم اخر اليوم قبل ما جوزي يجي من الشغل كنت بمسك تليفوني وبقفل على نفسي في الاوضه واقعد اتكلم مع نفسي، يا اما كنت بشوف اي حد اتكلم معاه من اصحابي من قرايبي، لان هو كمان منعني عن الدنيا كلها. معلش المهم هو المختصر اجبروني على الحرام. دي اهم حاجة حصلت معايا الفترة دي، لان تعبت من حوالي 7 8 شهور. كان في واحد كنت اعرفه معرفة سطحية خالص من ايام ما كنت بنت، شاب عادي خالص وهو كويس ومحترم. المهم دخل لي على الماسنجر وازيك واخبارك وعامله ايه، زي ما انتوا عارفين كل واحده ست متجوزه بتدخل لها واحد علشان يستدرجها للي يحصل معاه. المهم الشاب ده بقيت اتكلم معاه كل ما افضى دقيقتين الاقيه بعت لي رساله ارد عليه. بصراحه وانا ما اكدبش عوضني عن اهمال جوزي ليا، عوضني عن كل حاجه وحشه بشوفها. كنت طول اليوم مطحونة واسمع كلام زي السم وماليش اهل يسألوا عني، ولو كنت اشتكيت محدش بيعبرني. الشاب ده طول النهار مهتم بيا، اخبارك وعامله ايه وما تزعليش نفسك زي ما انتوا عارفين. وفعلا فضلت واحده واحده هو الوحيد اللي بقيت اشتكي له همي. قلت له انا يعتبر لسه بنت بنوت متجوزه بقالي 11 سنه، يمكن ما حصلش فيهم 11 مره ولا 15 مره علاقه شرعيه. قلت له تتخيل ان انا متجوزه داخل في 11 سنه، ما فيش مره حماتي ولا جوزي قالوا لي تعالي ندور على الخلف. ما فيش مره جيت لما قلت له انا عايزه اخلف نفسي اكون ام، قال لي بقول لك ايه خلينا زي ما تيجي، احنا كويسين، انا كويس وانت كويسه، وبعدين ايه لما ربنا يأمر هنبقى نخلف براحتنا. جيت في يوم قلت لحماتي، قلت لها وانت مش نفسك تشوفي لابنك حته عيل كده في الدنيا؟ تقول لي لا عيل ولا تايل ولا عايزه غيره، انا عندي ولاد بنتي همت، يعني انا لايحه اربيهم، ووقت ما ربنا يأذن يا حبيبه قلبي، وانت مستعجله على الخلف ليه؟ وانت اللي عايزه عشان تمسكي ابني، وانت اللي عايزه عشان يكون تحت رجليكي. المهم ان انا ما اخدتش عقد نافع. انا حاسه اقسم بالله كاني بنت بنوت في عدد السنين دي كلها، يمكن ما حصلش كم مره علاقه، يمكن انا بعرف اعدهم على الصوابع. وبالطريقه دي انا خلاص حسيت ان مشاعري ناحيه جوزي اتدمرت. مستحمله ذله واهانته، ومستحمله امه، ومستحمله اخواته، ومستحمله ان انا حتى حق الشرعي مش قادره اخده منه، حق اني اكون ام قبل ما اكون زوجه مش قادره اخده، مش قادره اخد منهم اي شيء خالص. حاسه ان انا دفنت نفسي بالحياه. فعلا بقيت اتكلم مع الشاب ده واحكي له كل اللي جوايا. فقال لي تعالي نتقابل، انا عايزه اقابلك ونتكلم. قلت له واخرج بحجه ايه؟ قال لي اعملي اي حجه انك رايحه لابوك، اي حجه. وفعلا اخدت في يوم خلصت كل شغلي بدري بدري وقلت له انا رايحه عند ابويا النهارده اغير جو لان انا مخنوقه. قال لي تمام قولي لمامتك وروحي. قلت لها وفعلا رحت عند ابويا، بصيت عليه 10 دقايق عشان اظبط حضور، ورحت قابلت الشاب ده. قعدنا نتكلم وخلاص من جيم اليمين للشمال، طب تعالى نروح في الشقه الفلانيه نتقابل. وفعلا لقيت نفسي بروح معاه وانا مش مدركه لاي حاجه حواليا، مدركه ان انا في شهوه جوايا وعايزه افضيها. وبالفعل رحت
واجبروني على الحرام، ان انا اعمل غلط مع الشاب ده، وبقيت اقابله مرة واتنين وتلاتة. دلوقتي انا عايزة اتطلق، عايزة اتطلق واروح مع الشاب ده. وجيت اقول لوالدي ان انا عايزة اتطلق منه، قال لي لو روحك فيه هقطعها لك، مستحيل انك تتطلقي ومستحيل انك تبصي لحد تاني. قلت له انا فوق حياتي واحد تاني يابا ومش عارف ايه. قال لي شوفي لو روحك فيه هقطعها لك، هتعيشي خدامه تحت رجلين جوزك طول ما انت عايشه، لان ده اختيارك وده اللي انت كنت عاوزاه، فاعملي اللي انت عايزاه. وفعلا عايشة دلوقتي مجبورة بين الحرام ومجبورة على جوزي وأمه وخدمة أهله، مع إنه عدت بعمله معاملة زفت مع ذلك. تلات ارباع اليوم ما بشوفوش، الساعتين اللي بيجي وبينامهم، وعايشة وكأني مش عايشة، عايشة معاه جسد بلا روح. فقولولي اعمل ايه؟ لا قادرة اتطلق من ناحية، ولا قادرة اكمل في عذاب الجواز من ناحية. فقولولي اعمل ايه؟ دي قصة بنت حقيقية من واقع الحياة، يا ريت نقولها في التعليقات. ومعلش لو انا بتكلم بسرعة شوية، بس عشان ما بحبش فيديوهاتي تكون طويلة قوي. يا ريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، علشان كل قصة حقيقية توصل لكم اول باول. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ننساش الرد في التعليقات. بارك الله فيكم.